سنة 2023 اتعاقد ريال مدريد مع خط الوسط الانجليزي جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند الالماني. اما برشلونه ما تعاقدش مع حد في المركز ده لان في ساحر اسمه بدري في نص الملعب، ومن هنا بدات المقارنات. على جهه عندك بدري اللاعب الاسباني الشاب اللي عامل فرق مع برشلونه رهيب وعنده قدره على التحكم في الكوره وتحريك الهجمات بسرعه، وعلى الجهه الثانيه في بيلينغهام النجم الانجليزي اللي انفجر مع ريال مدريد باهدافه وقتها. لكن السؤال هنا مين فيهم فعلا الافضل؟ هل بدري اللي بيتميز بتمريراته الدقيقه وتحركاته السريعه هو الافضل، ولا بيلينغهام اللي قدر يثبت نفسه مع ريال مدريد في وقت قصير واللي ناس كتيره بتعتبره واحد من افضل لعيبه خط النص في العالم وعلى طول بتلاقيه بيسجل وبيحسن؟ بس هل بدري اللي بيعتمد على توازنه الهايل واستلامه للكوره تحت الضغط هيكون الافضل، ولا بيلينغهام اللي بيتميز بالقدره على التحول السريع بين الهجوم والدفاع وكمان قدرته على التسجيل؟ لو هنقارن بين الاثنين هنلاقي كل واحد فيهم ليه طريقه لعب مميزه واسلوب خاص بيه، لكن مين فيهم الافضل؟ مين فيهم اللي هيمسك عرش خط النص في المستقبل؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. عندنا النهارده 16 معيار هنحدد بيهم مين هو الافضل. بس قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تعمل لايك حالا وسبسكرايب في القناه عشان عايزين نوصل ل 1000 سبسكرايبر قبل بدايه السنه الجديده. ويلا بينا نشوف اول معيار معانا. المعيار الاول هو اللياقه البدنيه. لما نتكلم عن اللياقه البدنيه لازم نفهم ان مركز خط النص بيعتمد بشكل اساسي على القوه والتحمل والقدره على الجري لمسافات كبيره. جود بيلينغهام طوله 186 وجسمه جسم رياضي بيديك احساس انه قادر يلعب 90 دقيقه من غير ما يتعب. اسلوب لعبه نفسه بيعتمد على الاندفاع، اختراقات، جري بين الخطوط والتحامات كتير، وده بيبان على ادائه انه دايما ثابت في الريتم حتى في الدقائق الاخيره. الناحيه الثانيه عندنا بدري مش طويل ولا ضخم لكنه بيعتمد على نوع تاني من اللياقه الذهنيه والسرعه في الحركه اللي بيخليه يعرف يضغط ويستلم تحت ضغط ويتحرك بذكاء. بس للاسف الاصابات اثرت على قدرته الجسمانيه في بدايه مسيرته. بس لو جينا نتكلم على الاصابات فبيلينغهام بيتصاب بس بيرجع بسرعه، جسمه بيستحمل. لكن بدري مش المشكله انه بيتصاب، المشكله انه كان بيرجع وبيتصاب تاني وده بيأثر على ثبات مستواه. عشان كده المعيار ده مهما دافعت عن بدري هيطلع من ايد برشلونه والنقطه دي هتروح لبيلينغهام. المعيار الثاني قطع الكور. قطع الكوره مش معناه انك تنقض على اللاعب وتاخدها منه، ده معناها قراءه اللعب. بدري مميز جدا في الجزء ده. لما برشلونه بيلعب ضغط عالي بتلاقي بدري اول واحد بيقفل زوايا التمرير، اكتر واحد بيضغط صح، واول واحد بيقطع الكوره من غير ما يعمل فاول. اسلوبه اوروبي مشابه جدا لاسلوب تشافي زمان، نظيف وهادي وذكي. اما بيلينغهام رغم انه لعيب ممتاز بس قطع الكوره مش اهم دور ليه في الملعب، وبيفضل يركز على التقدم في الامام اكتر. فالنقطه هنا محسومه لبدري بدون نقاش. المعيار الثالث التحكم في الكوره. مستحيل تتكلم عن بدري وما تقولش كلمه مايسترو. اللاعب ده حرفيا مدير رتم الفريق. برشلونه من غيره بيلعب كوره مختلفه تماما. بدري بيعرف يستلم تحت ضغط وفي مساحات ضيقه، بيعرف يهدي الرتم لما الفريق يبقى محتاج يهدى، ويرفع الرتم لما يشوف ان الخصم بدا يتراجع. ده غير ان استلاماته لجوه الملعب بتفتح خطوط غير طبيعيه. بيلينغهام لاعب هجومي اكتر، الكوره معاه كويسه بس مش متخصص في بناء اللعب. كان ممكن نقارنه بمولر او دي بروين بس مش لاعب تحكم زي بدري. فالنقطه هنا 100% هتروح لبدري. المعيار الرابع المراوغه. الاثنين بيعرفوا يراوغوا بس الفرق ان بدري بيراوغ عشان يفتح مساحه ويفتح زوايا تمرير او يكسر خط وسط الفريق اللي قدامه. مراوغته مش استعراض، مراوغته خدمه للفريق. اكتر من كده بدري عنده مراوغات صغيره بيقولوا عليها النانو سكندز من غير ما يلمس الكوره كتير زي انيستا بالظبط. بيلينغهام ممكن تكون مراوغاته كويسه بس مراوغاته بتعتمد على القوه اكتر ودخوله جوه المنطقه. فالنقطه هنا سهله جدا لبدري. قبل ما نخش على المعيار الخامس ما تنساش تعمل سبسكرايب زي ما قلت لك عشان ندخل على ال1000 قبل السنه الجديده. المعيار الخامس هو الاهداف. ده بقى معيار بيلينغهام القاتل. بيلينغهام لاعب لو دخل جوه منطقه الجزاء بيبقى اخطر من المهاجم الصريح عشان عنده قراءه ممتازه لتمركز المدافعين، توقيت مظبوط جوه الصندوق، وقدره على انهاء الهجمه من لمسه واحده، وقوه بدنيه تخليه يسبق اي مدافع دايما. ارقامه التهديفيه مخيفه نوعا ما مقارنه بسنه ومركزه في الملعب. بدري مش دوره يسجل وبيسجل قليل بسبب مركزه، فالنقطه هنا محسومه لبيلينغهام. المعيار السادس الالعاب الهوائيه. الموضوع نوعا ما محسوم، طول وقوه وتوقيت هتروح لبيلينغهام. بدري لاعب ممتاز لكن مش بتاع كور عاليه، فالنقطه دي لبيلينغهام برضه. المعيار السابع السرعه. الاثنين مش سرعه جدا، الاثنين متوسطين نوعا ما بس بيعرفوا يتحركوا صح، فمفيش حد متفوق على الثاني بوضوح، فالنقطه هنا هتبقى تعادل. المعيار الثامن تمريرات القصيره. لما نقول بدري يعني تمريرات قصيره. ده واحد من اكتر لعيبه العالم اللي عندها معدل تمريرات صحيحه تحت الضغط، 94% دقه تمرير، ده رقم مجنون. بيلينغهام كويس بس مش مستوى المايسترو اكيد، فالنقطه هنا لبدري. المعيار التاسع التمريرات الطويله. بدري هنا برضك مميز بشكل واضح، يقدر يغير اتجاه اللعب بدقه وده مهم جدا في بناء اللعب. اما بيلينغهام مش متخصص في الجزء ده، فالنقطه لبدري. المعيار العاشر قوه التسديد. الاثنين بيشوطوا كويس لكن الفرق ان بدري كل ما بيشوط صح، نظرته للمرمى احسن وزاويته في التسديد ادق. بيلينغهام بيسجل اكتر بس اغلب الاهداف بتبقى جوه منطقه الجزاء، بس التسديد نفسه بقى بدري اقوى وادق خارج منطقه ال 18، فالنقطه هنا هتروح لبدري. المعيار ال11
13 وهو القياده. بدري بقى قائد وهو عنده 20 سنه تقريبا، مش قائد بالشاره، قائد اسلوب لعب وفكر، اللعيبه بتحترمه والفريق كله بيتحرك على ايقاعه. بلينجهام قوي شخصيا لكن لسه مش قائد وسط زي بدري، فالنقطه هنا هتروح لبدري. المعيار ال 12 وهو الاخلاق، نظافه لعب، هدوء، ولا مره عمل حركه مستفزه او غلط في الحكم. الكلام ده اكيد عن بدري. بلينجهام لاعب محترم بس عنده لقطات اندفاع وحماس زايد شويه، منها الطرد بتاعت شتيمه الحكم قبل كده، فالنقطه هنا لبدري. المعيار ال 13 الذكاء التكتيكي، ده معيار مهم جدا وناس كتير ما بتاخدش بالها منه. بدري بيفهم اللعب على مستوى مختلف، يعرف امتى يضغط، امتى يرجع، امتى يسيب مساحه، وامتى يدخل العمق. بلينجهام ذكي بس ذكائه متوقف على الهجوم اكتر، فالنقطه هنا هتروح لبدري. المعيار ال 14 التاثير في الفريق، بدري لما بيغيب خط نص برشلونه بيقع، تحول من الدفاع للهجوم بيختفي، الكوره بتتلخبط والفكره بتتقطع. بلينجهام مؤثر جدا بس مدريد عندها منظومه تقدر تمشي من غيره لان عندهم نجوم زي مبابي وفينيسيوس، والنقطه هنا لبدري. المعيار ال 15 تنوع المراكز، بلينجهام لاعب 8 هجومي وصانع لعب وبيلعب شبه مهاجم اوقات وده بيديله ميزه كبيره. بدري لعيب جامد جدا بس بلينجهام متنوع اكتر، فالنقطه دي هتروح لبلينجهام. المعيار ال 16 والاخير تمركز جوه منطقه الجزاء، بدري زي ما قلنا لعيب جامد جدا بس بره 18، تحركاته جامده، كل حاجه فيه جامده، بس هي دي نقطه قوه بلينجهام. بلينجهام من افضل لعيبه خط النص اللي بتعرف تتمركز جوه ال 18، عشان كده النقطه دي محسومه لبلينجهام. دي المعايير اللي قارنا الاثنين بيهم ودي النتيجه النهائيه. بدري كسب هنا زي ما قلت على المعايير اللي انا قلتها. ممكن انت يكون عندك معايير تانية تكسب بلينجهام او عندك اراء في المعايير اللي احنا قلناها دي تروح لحد تاني، عشان كده مستنيك تكتب لي رايك انت تحت في الكومنتات. هل قراري كان صح بان انا كسبت بدري بالمعايير اللي انا قلتها، وهل في معايير انا ما قلتهاش كانت ممكن تكسب بلينجهام؟ ده اللي هستناه منك في الكومنتات. وبس هي دي كانت نهايه فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، واشوفك الجمعه الجايه في المقارنه الجايه، واللي هتوقع المقارنه الجايه بين مين ومين ليه عندي هديه. سلام.